شاهدوا مباراة في الدوري الجزائري تتحول لحلبة مصارعة ومناصر يتحول لجاكيشا ضد الحكام في نهار رمضان. هذه هي التفاصيل الكاملة. تابع. تحولت مباراة في الدوري الجزائري جمعت بين شباب مشرية وترجي مستغانم إلى حلبة مصارعة، أين قام مجموعة من الأصعريك من مدينة مشرية باقتحام الملعب بعد خسارة فريقهم بنتيجة 1-0، أين اعتدوا على الحكام واللاعبين ورشقوا رجال الأمن بالحجارة. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مجموعة من الشباب المحرف وهم يعنفون الحكام واللاعبين، ما اضطر إلى توقيف المباراة وتدخل رجال الشرطة. وطالب ناشطون من السلطات الوصية بضرورة تطبيق عقوبات قاسية وضعية على هؤلاء الأشخاص ليكونوا عبرة لغيرهم.